الأسانسير اللي في عمارتنا بدون باب، هو الباب اللي على بسطة السلم وخلاص، لكن كابينة الأسانسير نفسها من غير باب. كل مرة بنركب الأسانسير ده بنخاف من منظر الأدوار وهي نازلة وهي طالعة. بصراحة أنا مش عارف هو الأسانسير أبو باب أحسن ولا اللي من غير باب أحسن. المهم العمارة عندنا 13 دور والسكان ناس طيبين وفي حالهم، معرفش منهم إلا قليل جدا لأني ساكن جديد عليهم، ما بقاليش معاهم كام شهر. معظم الأوقات أو تقريبا كل ما أنزل أو أطلع ألاقي الأسانسير يقف دايما في الدور السادس. ألاقي طفل صغير عمره لا يتعدى 3 سنوات يمكن أقل واقف قدام الباب بيبصلي ويقول لي هاو هاو هاو، يعني بيخوفني. أضحك له، أحاول أهزر معاه، أعمل نفسي خفت، بس ألاقي صوت ست بيشخط في الواد الصغير ويقول له يا ولا هموتك. أو ما أقفل الباب وأدوس على زر الأسانسير سواء كنت نازل أو طالع وأكمل طريقي. الموضوع ده اتكرر كتير قوي. طبعا الموضوع ده كان مضايقني، يعني عيل صغير وبيلعب على السلم وأمه سايباه يلعب في الأسانسير. ففي مرة قابلت رئيس اتحاد ملاك العمارة وبشكيله من موضوع الولد اللي في السادس وأمه اللي سايباه يلعب على السلم في زراير الأسانسير. الراجل استغرب وفتح بقه وسألني أنت بتتكلم بجد ولا بتهزر؟